السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. النهاردة هنعمل فراخ شيش في الفرن، مشوية بطريقة حلوة قوي وتتبيلة حلوة جدا جدا، احسن من بره بكتير، وعلى الاقل انتي ضامنة نظافتها بايديكي وانتي عاملة كل المكونات بايديكي. بجد طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، وهتعتمدي عليها، ومتهيألي مش هتعمليها يعني مرة في الأسبوع، ممكن تعمليها أكتر من مرة كمان. وكمان مستوية قوي كويس قوي قوي من جوه، ما فيهاش أي دم، لأن انتي متبلاها كويس وغسلاها كويس ومتأكدة من نظافتها. فدي أكبر حاجة ايه، تخلينا ان احنا نضمن نظافة حاجتنا. تمام، يلا بينا بقى نشوف طريقتها ومقاديرها عبارة عن ايه. يلا بينا. مقادير عبارة عن فرخة متقطعة شيش صغير كده. هي الفراخ دي قطعلك يعني انت تقطعيها حوالي 2 كيلو. معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة دبس رمان، كوباية زبادي، عصرة ليمونة، بصلاية كبيرة، طماطمية كبيرة أو 2 صغيرين من ده ومن ده، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة من روزماري، نص معلقة صغيرة من البابريكا. وهضيف معلقة كبيرة من صويا صوص لو عندك، ده اختياري، لو ما عندكيش طبعا مش هتفرق. هاجي هنا طبعا هضرب دول في الخلاط او في الكبة، هيبقى شكلهم كده. لازم طبعا نعمهم جدا علشان ما يتحرقش في الفرن ويدينا طعم مش حلو خالص، مش لطيف. لازم يبقى شكلهم بيوري خالص خالص كده بالشكل ده. كوباية الزبادي. تمام. هنزل بالتوابل واقلبهم كويس. هنزل بدبس الرمان، يعني حوالي معلقة صغيرة، يعني على حسب ما تيجي بقى، لان انا هزود صويا صوص، والخل والليمون. الخل طبعا بيزود معايا في السوا، بيسرع من سواها. هنا معلقة صويا صوص، تقدر تستغني عنها طالما مش متوفرة، او نقدر نضيف معلقة عسل اسمر عادي، واقلبهم كويس. هنا بالنسبة للدبوس او الورك عامة لازم اعمله كده، اديله شرطتين، اوصل للعظم، بحيث ان التتبيلة تتشرب جواه. والباقي عادي خالص. تمام. هنزل كل القطع اللي عندي في التتبيلة. طبعا الجناح انا ببقى شايلة الضفر اللي على الجنب ده، بيبقى طبعا زفر. بالظبط كده. نزل كل الكمية، علشان طبعا نخلي الفراخ ما تكونش زفرة بننقعها في محلول ملح عبارة عن لتر من المية، عليه معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار ملح، عصرة ليمونة كاملة، معلقة كبيرة جنزبيل. جنزبيل حلو قوي في الفراخ وفي تنظيف الفراخ، بيشيل الزفارة كويس قوي وبيديها حلوة قوي قوي قوي. تمام، جربوا بس المحلول ده وان شاء الله هيعجبكم جدا. وهننقعها لمدة نص ساعة او ساعة كمان. بيشيل الزفارة كويس. بعد كده نتعامل معاها، نغسلها كويس، وبعد كده نتعامل معاها في اي تتبيلة، او هنسلقها، او اي حاجة انت هتستخدمي فيها الفراخ. هنا خلصت كل الكمية عندي. هغطيها بقى بالبلاستيك راب. انا عملتها من بالليل، علشان كل ما تطول التتبيلة يعني الفراخ في التتبيلة، كل ما هتاخد طعم احلى، كل ما هتبقى طعمها روعة وسواها طبعا اسرع. انا عملتها من بالليل وحطيتها في التلاجة، وهشتغل بيها تاني يوم الصبح. يعني انا عملتها حوالي الساعة 12 بالليل، هشتغل فيها في الظهر. تمام. هنا كان تاني يوم الصبح. شايفين طبعا اللون اتغير وشكلها خلاص يعني اتعتقت في التتبيلة. كده بقى هاجي لمرحلة الشوي. هجيب صينية ألمونيوم عادي،
ولو عندك بقى سلك الشوي عادي اللي بيتباع فرداني ده ممكن تشتريه وتستخدميه، لكن انا عندي شبكة الشواية كهرباء. طبعا جوزي منعني استخدمها خالص نهائي. فطبعا يعني استغلها ازاي؟ بستغلها كده، بجيب الشبكة احطها على صينية الومنيوم بالشكل ده. طبعا لو محدش عنده الشبكة دي هيعمل ايه؟ طبعا اللي عايز يشوي عادي في الشواية الكهرباء براحته، بس انا صراحة دي مش صحية خالص خالص. وجوزي طبعا منعها تماما، بس طبعا لازم بقى ايه استغلها بدل ما ارميها. فاخدت الشبكة سوري، وحطيتها على صينية الومنيوم بالشكل ده، ودهنتها زيت علشان الفراخ ما تمسكش على الشبكة. لو عندك شبكة الفرن تقدري تشتغلي عليها جدا كويس جدا، او شبكة الميكرويف تقدري برضو تحطيها بنفس الطريقة وتشتغلي عليها. انا حطيت كوباية من المية عادية من الحنفية، عليها ربع كوباية خل، وهنزل بشرايح ليمون بالشكل ده. طبعا المية والخل بيخلي الخل ده علشان الألمونيا ما تبص من كتر الغلي المية فيها. طبعا الألمونيا ممكن تزرق، فده الخل بيحميها، والليمون كمان. هرص بقى الفراخ بالشكل ده. انا قلت لو عندك شبكة الميكروويف او الفرن الكهربائي سوري، شبكة الفرن العادي تقدري تحطيه على صينية ألومنيوم برضو بنفس النظام وتشتغلي عادي نفس الطريقة. تمام كده. نرص الفراخ كلها جنب بعض. لاحظوا انا محطتش مادة دهنية خالص خالص، ما بيتحط لهاش مادة دهنية. هي اصلا الفراخ فيها دهون هتنزل كل المادة الدهنية اللي فيها او الدهون اللي فيها في الصينية. اي تتبيلة ما ينفعش نحط لها زيت، علشان الزيت بيعمل كفر عازل بين التتبيلة وبين الفراخ او اللحوم. لو هنحط زيت نحط عند السوا. تمام، انا كده خلصت كل الكمية اللي عندي. طبعا هشغل الفرن على درجة حرارة عالية، يعني هشغل الشواية والفرن وهسيبها لمدة ساعة. خدت معايا ساعة الا ربع، يعني معاكي من ساعة الا ربع لساعة على حسب وزن الفرخة، وهتطلع معايا بالشكل ده. انا مكنتش مشغلة الشواية ومشغلة الفرن من تحت. شايفين الجمال بقى؟ شايفين الدهون تحت عاملة ازاي؟ هجيب طبق تقديم وهرصها فيه. يعني احنا لو انتي فرنك درجة حرارته عالية، او الفرن الجديد اللي بيبقى ناره عالية قوي وبيبقى واطي شوية مش مرتفع، طبعا هتوطي الشواية شوية وهتسيبي فرنك شغال عالي تحت. شايفين شكلها خطير ازاي؟ ولونها جميل جدا. كفاية بقى طعمها بقى الروعة والتتبيلة الروعة. وطبعا السوا بتاعها مضمون جدا جدا جدا، لان طبعا الفراخ استوت على البخار المية اللي كان في الصينية. شايفين كمية الدهون؟ فظيع. من غير ما نحط احنا دهون خالص، هي نزلت الدهون اللي فيها. طبعا بعد ما رصيتها في الطبق هجيب ورقة فويل. انا كنت مولعة وانا برصها، كنت مولعة على فحمة. هجيب الفحم اللي ولعت عليها لغاية ما لونها ابيض. بعد كده نفخت فيها نفخة كده على الحوض، ونزلت بيها هنا على ورقة الفويل. تركية الفحمة دي مهمة جدا جدا. بالظبط كده، بتديكي كأنك انت شوياها على الفحم. هنزل بيها طبعا بمعلقة زيت، وبسرعة لازم اغطيها. طبعا لو عندك حاجة غويطة بالشكل ده يفضل، لان البخار بيصطدم فيها فوق يرجع تاني يصطدم في الفراخ، فبتبقى طعمها كأنك عاملاها على الفحم بالظبط، وبتبقى طعمها حلو قوي. ريحتها كانت قلب البيت طبعا. وهنا بعد ما الفحمة كلها يعني خلاص يعني خلصت الدخان، فده بقى شكلها. بجد حكاية، ونفسي تجربوها، واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي رأيكم في التعليقات. وطبعا شفنا السوا في اول الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس. كان معاكم سلمى راكب، سلام عليكم.